السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم الرق الطري بملح ودقيق بس، بدون بقى زبدة ولا حليب ولا لبن رايب. واللهم بارك، الرق طالع طري جدا. وكمان انا سويته على عين البوتاجاز من فوق. انا فردة 4 قطع مع بعض وسويتهم، مفيش واحدة لزقت في التانية. بس في خطوة بسيطة جدا في العجين انا عايزاكي تعرفيها علشان العجينة ما تلزقش معاكي وتطلع معاكي بكل سهولة. عجينة النهاردة تنفع معاكي كده عجينة سمبوسة، ينفع معاكي عيش كريب، ينفع معاكي صينية جلاش، تنفع معاكي رق طري. اللهم بارك، تحفة بجد. انا عايزاكي بقى تجربيه بس بعد ما تشوفي الطريقة كاملة. يا ريت لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا معايا بقى 800 جرام دقيق زيرو، نخلته كويس في الاول وبعد كده ضفت عليه ربع معلقة ملح وقلبت الملح كويس، وبعد كده نزلت بالمية. المية اللي انا هعجن بيها مية دافية علشان الجو برد، هندفي المية والعجينة كمان تبقى سهلة جدا واحنا بنفردها. انا في اول العجين انا منزلتش بالمية مرة واحدة، فضلت بقى انزل بالمية واحدة واحدة لحد ما الدقيق اختفى. يعني انا عايزة اعجن العجينة في الاول عجينة يابسة وبعد كده هطري فيها واحدة واحدة. يا ريت بقى في اي معجنات تمشي على نفس خطوات العجين علشان النتيجة في العجينة في الاخر بتبقى تحفة. يعني لو عجنتيها عجينة طرية هتغلبك جدا ومش هتتلت معاكي مظبوط. يبقى عجيني بقى عجينة يابسة ولتي فيها واحدة واحدة. العجينة نعمت تحت ايدي وما شاء الله العجينة طرية، بس في نهاية العجين انا برضو بليت ايدي مية وبقيت الت في العجينة علشان انا عايزة الرق بعد السوا يبقى طري. انا عجنت معاكم عجينة الرق الناشف قبل كده، كانت عجينة يابسة علشان الرق يبقى ناشف. اما الرق الطري طري في العجينة واحدة واحدة علشان تصلك بقى للعجينة المظبوطة، تبقى عجينة طرية بس ما فيهاش تلزيق. اللهم بارك، العجينة ناعمة وطرية ومظبوطة. عجينة النهاردة تنفع معاكي رقاق طري وتنفع معاكي سمبوسة وتنفع معاكي عيش كريب. العجينة اظبطيها خليها عجينة ناعمة وفي نفس الوقت طرية بس ما فيهاش اي تلزيق. انا هقطع العجينة على طول، يعني مش هسيبها تريح شوية. هي عجينة الرق ما فيهاش خميرة، بس كل ما ترتاح كل ما هتبقى سهلة معاكي في الفرد. يعني ساعة ما تيجي تفرد معاكي ما تلمش. لو حابة بقى ان انت تريحيها هتريحيها نص ساعة وترجعي تقطعيها. لو عايزة بقى ان انت تقطعي الكمية وتسيبيها ترتاح زي ما انا عملت، انا قطعتها وسبتها ارتاحت وبعد كده اول ما ارتاحت اشتغلت فيها على طول. انا قطعت بقى القطع قد الليمونة الوسط. لو عايزاها بقى اكبر من كده او اصغر من كده دي يرجع لك انت في الاخر. اهم حاجة ان انت تقطعي الكمية كلها وبعد ما بتخلصي على طول بتقومي بقى تغطيها بكيس علشان ما تعملش معاكي طبقة ناشفة. بعد بقى ما خلصت تقطيع على طول انا غطيتها بالكيس علشان ما تعملش معايا طبقة ناشفة، وكمان سبتها ريحت. لو ما سبتهاش ريحت في الاول بعد ما بتخلصي تقطيع بتغطيها وتسيبيها ترتاح. بعد كده هتشتغلي فيها هتبقى سهلة جدا. جبنا 4 قطع وهنفردهم قد بعضيهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منه. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. انا بفرد كده القطعة وبحطها على التانية بلاقيها قد بعضيها. انا مش ناسيه الخطوه البسيطه اللي انا قلت لكم عليها اللي بتخلي العجينه تفتح من بعضيها، وكمان اي ما توسعيها على حسب ما انت عايزه توسعيها هتلاقيها بتطلع معاكي بكل سهوله. ومش الزيت اللي احنا بنحطه في قلب الطبقات. عارفين بقى الضغطه اللي انا بضغطها على الحروف هي اهم حاجه. يعني هتدهني وتحطي الطبقه التانية وتضغطي لحد ما تعملي ال4 قطعات وتقفليهم بقى كويس وتقلبيها كده للجنب التاني وتشوفيها اتقفلت معاكي ولا لا. على قد ما هي خطوة بسيطة بس هتفرق معاكي. لو ما عملتهاش هتلاقي بقى الزيت طلع من قلب العجينة. تيجي بقى تسوي هتيجي تطلعيهم هتلاقيهم بقى شفطوا ولزقوا لبعضيهم خالص. وكمان الطبقات بتبقى متساوية، بتبقى الرقة كلها مدورة تدويرة واحدة. ويا ريت وانتي بتضغطي كده تجيبي من النص لبره وكمان تقلبيها للجنب التاني. لو لقيتي بقى طرف مش مظبوط مع التاني بتظبطيهم وتسويهم وبعد كده بتعملي بالنشابة. طريقة سهلة جدا وبسيطة واللهم بارك بجد تحفة. ولو هتعملي برضو السمبوسة هتقفلي العجينة من الأول، يعني مش محتاجة ان انت توسعي عجينة السمبوسة علشان تضيفي في وسطيها الزيت وبعد كده توسعيها شوية تاني. لا، هي من وهي لسه قطعة قد القرصة، حجمها كده قد القرصة. قفلي بس عليها كويس علشان بس الزيت ما يخرجش بره العجينة. وافردي بقى وان شاء الله هتيجي تسوي هتلاقي بقى الطبقات كلها بتطلع بكل سهولة. اللهم بارك، مفيش واحدة لزقت في التانية. اللهم بارك بجد تحفة. هقوم بقى اسويها، انا كده وسعتها وما فيهاش اي دقيق. حطيت بقى الصينية
وسبتها لما سخنت. بعد كده وطيت النار تحت الصينيه وشلت بقى الرقاق بايدي، يعني مش بنشبه ولا حاجه، يعني مفيهوش حاجه صعبه خالص. وحطيته بقى على الصينيه، ما قلبتش بقى خالص الا لما لقيت لون العجين اختفى قلبته للجنب التاني. وانا بقلب كده لقيته ما شاء الله يعني باين ان هو مورق وطالع من بعضيه، بس حبيت ان انا اسويها شويه علشان ما تبقاش معايا عجين. بقلبها بقى على الجنبين، ولقيت جنب كده لسه كمان مستواش، يعني لسه عجين، فقلبته عليه لحد ما استوى. الرقات هي خلعة من بعضيها ما شاء الله مورقة، وزي ما وريتها لك كده شايفين. اللهم بارك. والله ما في ولا واحدة لزقت خالص. والتسليك يعني على طول، ما فيش حاجة صعبة. بتطلعيهم كده بكل سهولة. وكمان أحلى من تسوية الفرن بكتير، بيطلع معاكي طري. وأحلى كمان ما تعملي واحدة واحدة. هتجربيه وهيعجبك جدا. اهم حاجة الخطوة البسيطة اللي انا قلتلك عليها، لو ما بتعملهاش اعمليها وشوفيها بنفسك. انت بتقفلي العجينة مظبوط كمان. الرق كله بيبقى متساوي، يعني مدور تدويرة واحدة، ولا واحدة كبيرة ولا واحدة صغيرة، بيبقى كله مظبوط. اللهم بارك، بجد تحفة. هسوي معاكم واحدة كمان. شايفين اول ما بتشمع بس هي بتفرق وبيطلع بعيد عن بعضه، رقات كده فوق بعضيها. اللهم بارك، ما تكتريش، يعني اعملي 4 وسوي وقومي سويهم. كل ما تعملي تقومي تسويهم، ما بياخدش وقت خالص. وكمان اللهم بارك النتيجة تحفة، يعني طري. بدل بقى ما تشتريه من بره، وينفع معاكي كل حاجة، يعني ينفع معاكي سمبوسة وينفع معاكي كريب وينفع معاكي كده جلاش، تعملي صينية حلو وتعملي صينية حادق، ينفع معاكي كل حاجة. وطريقته سهلة جدا جدا، مفيش حاجة متعبة خالص. انتي هتجربيه بنفسك وتشوفيه. لو حابة بقى اول ما يشمع من الجنب ده والجنب ده تطلعيها وتبقى تفتحيها على مهليكي. بس انا حبيت ان انا افتح علشان اسويه حلو من النص، يعني كده بدي تشميعة للجنب ده والجنب ده واطلعها تبقى مستوية معايا حلو. طرية جدا، بس انا مش قادرة امسكها سخنة جامد. اهم حاجة وانت بتفردي تخلي سمك الرقة يعني كلها سمك واحد، ما تفرديش في جنب وجنب، لا يعني تجيبي من الوسط لجوه علشان توسعي معاكي، علشان تبقى معاكي شفاف زي ما انت شايفاه كده. اللهم بارك. بجد تحفة. انا لفيتهم بالكيس كده علشان ما ينشفوش، بس هو هيفضل معاكي وقت اطول، مش هينشف خالص لان هو طري جدا جدا. اللهم بارك تحفة. تقدري تفرزيه لو عاملة كمية كبيرة، وكل ما تتعوزي بقى تستعمليه في صواني اللحمة المفرومة هتطلعيه وتعمليه. بجد تحفة. شايفين؟ اللهم بارك، مش محتاج خالص اي كلام. الرأي بيتكلم عن نفسه. بجد لو قعدت اتكلم كده عنه مش هديله حقه. لو بتعملي الرق الطري بأي طريقة تانية، لا جربي طريقة النهاردة. ملح ودقيق بس، واللهم بارك الرق هيفضل معاكي طري على طول، مش هينشف خالص. ولو فرستيه وطلعتيه هيفضل برضو معاكي طري. وكمان هو شفاف مش تخين، يعني مش سمكه مش تخين علشان يفضل معاكي طري. شفاف. شايفين ايدي؟ واللهم بارك طري جدا عشان طريقته مظبوطة. انا عايزاكي بقى تجربيه. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تطلعي حتى لو بمعلومة بسيطة. اتمنى ان تعملي بلايك واشتراك